دخول القوات التركية لأطراف مدينة الموصل يخفي وراءه أهدافا استراتيجية أكثر من البعد العسكري لأهداف هذه القوات. فالمعلومات التي حصلت عليها قناة الاتجاه الفضائية من مصادر استخباراتية تشير إلى مهمة القوات التركية الأولى البحث عن ممرات آمنة لتهريب النفط العراقي عبر بوابة كردستان بعد تحجيم طرق نقل النفط المهرب إلى تركيا عبر الأراضي السورية وقصف المقاتلات الروسية لأرتال ناقلات داعش المحملة بالنفط المهرب وهي متوجهة إلى الأراضي التركية استنادا إلى تقرير وزارة الدفاع الروسية الذي كشف بالوثائق والصور عملية تهريب وشراء النفط العراقي عبر الممرات السورية. ولعل تكثيف القصف الروسي على صهاريج النفط بالفترة الأخيرة ولد إرباكا لعناصر داعش وتحركاتها داخل الأراضي السورية على الصعيد الميداني، قابلها وقوف تركيا بموقف حرج أمام المجتمع الدولي واتهام موسكو لحكومة أنقرة بأنها تشتري النفط المهرب وتدعم الجماعات المسلحة بالأموال التي تدفعها مقابل صفقات البترول، كلها عوامل جعلت أردوغان يعيد التفكير بطريقة تسهل وصول النفط إلى أراضيه وراء الكواليس، واتجه إلى العراق عبر بوابته الشمالية البعيد عن أنظار القصف الروسي بعد التنسيق مع حكومة كردستان ومحافظ الموصل بحجة إدخال قوات لمحاربة داعش وتحرير الأرض منها. إلا أن حقيقة تواجد هذه القوات إيجاد ممرات آمنة لتهريب شحنات النفط مقابل نسب تدفع بها تركيا لحكومة كردستان التي ترحب ببيع النفط لتركيا وإسرائيل دون موافقة حكومة المركز. معطيات متسارعة تثبت وبحسب مراقبين مدى التعاون والتنسيق بين تركيا وداعش بما يتعلق بموضوع تصدير النفط المهرب ودعم داعش بالأموال والسلاح، غير أن تصريحات أردوغان المتناقضة ما زالت ثابتة على أنه سيستقيل في حال ثبوت تورط بلاده بدعم جماعات داعش في العراق وسوريا، إلا أن تضييق الخناق الروسي على تركيا اقتصاديا جعلها تكشف أوراق تعاملاتها مع داعش في سبيل استمرار تدفق النفط حتى وإن كان بصورة غير شرعية للحفاظ على مركز اقتصاد بلاده مستقبلا.